السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي كل أوقاتكم يا صبايا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. شلونكم صبايا؟ ايش أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله دايما تضلوا بخير يا رب. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله وتعالى. اليوم الفيديو كتير حلو ومميز، بتمنى ينال إعجابكم يا رب. ومثل ما انكم شايفين فرجيتكم لبس ولادي، وهون سرحت لهم شعرهم. رتبتهم اليوم إن شاء الله، بدنا نروح نجيب الجلاءات. ومثل ما كانوا شايفين هون كانوا كتير مبسوطين، الحمد لله رب العالمين. وهون وصلنا على المدرسة، وهلا بدهم يدخلوا مشان يجيبوا جلائاتهم. الله يحميهم يا رب ويحمي أولادكم. هي جلاء عند الرحمن. ومثل ما شفتوا يا صبايا، هن ولادي اخذوا الجلاءات الحمد لله رب العالمين. هلا انا بنتي ختام نجحت على الصف الخامس، وعبد الرحمن نجح على الصف الثالث، وعائشه على الصف الثاني. وانتم يا صبايا ان شاء الله الف مبروك لنجاح اولادكم يا رب، وهيك ان شاء الله بتشوفون باعلى المراتب بجاه النبي. سبحان الله كان شعور كتير حلو، كان هيك كل الطلاب لابسين وترتبين مشان الجلاءات، والأهالي كلهم جايين، عن جد الحمد لله رب العالمين. شعور كتير حلو الحمد لله. ومثل ما انكم شايفين هون اخر شيء عملنا تحية العلم. هلا هو يعني نحن الاهالي كلاتنا اجينا على الوقت اللي قالوا لنا عليه بالمدرسه، بس هن اخرونا. وبوقت المدير كمان يعني كان عم يحكي كمان مع الطلاب بالباحه، وعم بيهنيهم بنجاحهم وهيك. طول شوي وكانوا عم يتصوروا لهيك، والله ضليت واقفه شي ساعه كامله حتى خلصوا. وحبيت اصور لكم اياهم كمان هيك جوات المدرسه. هلا بصراحه بنتي ختام كانت طول الوقت عم تبكي، لانه اخر سنه لها بالمدرسه ومع انستا. كانت كتير عم تبكي وكتير زعلانه من بعد ما اخذت الجلاء. وهون كمان كانوا عم يتصوروا مع المدير مثل ما كانوا شايفين، يعني بكره كلهم بيضلوا لهم ذكرى ان شاء الله وتعالى. بنن هون عم بيودعوا المدرسة، عن جد صرت أحكي في قلبي، قلت عجب يعني. هي آخر سنة إلنا في تركيا، بده يرجعوا يدرسوا في المدرسة ولا بده يرجعوا بدنا نرجع على بلدنا على سوريا. الله عليم، إن شاء الله كتب لنا. الحمد لله رب العالمين. هون عم صور الإطلالة قدام المدرسة، يلي متابعتني بتعرف إنه دايما بصور الإطلالة أيام التلج أول الربيع سبحان الدايم. وبتعرف والله رح تسكر المدرسة ورح نشتاق لها الإطلالة الحلوة، عن جد ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. هذا لا اليوم نحن على صوت ان شاء الله الف مبروك يا روحي النجاح. الحمد لله. ان شاء الله يشوفكم باعلى المراتب يا رب. كلها شقية. ايه الحمد لله رب شوف هاي العالمين. المقلم الأسد اللي عطتني إياها. وهذا الأكل. وش الهدية؟ فرجينا اياها. هذا بفضلك إياها، وهذا الجلاء. هاي الهدية. كلها شقية. ايه الحمد لله يا رب. عمل لك شوي بس. تمام. هاي الحكاية. هاي الحكاية اسمها السوبر كازتريلات. وهذا قلم. بفر. إيه. هاي الحسنة مع أني. مدرسة. تعال فرجينا يا ابني يلا. أنتي هاي المروحة. مبروك النجاح يا عبد الرحمن، صرت صف ثالث. أنا سراي كله 100%. ايه الحمد لله. كله شقية. الحمد لله يا رب. وهي جدول الضرب. إيه. كمان. فصل. يا عايشة فرجينا الجلاء. مكتوب اسمي عايشة. وين مكتوب اسمك؟ فرجيهم. برافو عليك. هاي الجلاء. هي الجلاء. بس ما فتحته شفته جلاء عائشة. ايش لان ساعدتك الهدية؟ هاي الأسعف محكايات.
هاي القصة عطيتك إياها عشان تتدرب على القراءة. وشو كمان عطيتك لأنت؟ المارشميلو. شو هاي فرجيني إياها. هاي تبع تيك بنحط هون. إيش اسمه؟ بوبس. إيش اسمه؟ بوبس. هاتي فرجيني إياها. بس الهدايا روحي. ان شاء الله هيك يا رب بشوفك باعلى المراتب يا عائشه كمان انتي واخواتك يا رب. هون اولادي كانوا عم يفرجوني الجلاءات والهدايا مثل ما شفتوا، الله يحميهم يا رب وهيك يحمي اولادكم وهيك ان شاء الله الله يبعث لهم ايام حلوه بجاه النبي يا رب. وهون يا صبايا مثل ما كنتوا شايفين عم بعبي مربى الورد. هلا قبل بالنهار كنت طيبخه المربى، شفتوا نزلت الفيديو. قلت لكم رح يفوا لتاني نهار حتى يبرد منيح بعدين بعبيه. هون بدي اخلص شغلي كلياته وبعدين بدنا نروح عند بيت عمي. بيت عمي عازمينا على الكبه المشويه ان شاء الله وتعالى بمناسبه نجاح اولادي واولاد ابن حماي كمان. ايه والله الحمد لله رب العالمين بقى بدنا نخلص شغلنا ونروح مشان نسوي الكبه. وطبعا صورت لكم كل شيء اجواء حلوه الحمد لله رب العالمين. تابعوني لاخر الفيديو ولا تنسوا تحطوا لي لايك يا صبايا وتدعموني بتعليق حلو مثلكم. وشفتوا قلت لكم بنتي خيتها من بعد ما اخذت الجلاء صارت تبكي. ايه حقها. هلا هو عنده نظام في تركيا الطالب بضل بدرس مع انسته نفسها لمده 4 سنين، يعني من الاول للرابع نفس الأنسة ونفس المدرسة. وهون كانت تنتقل يعني على غير مدرسة وغير أنسة وعم بتودع رفقاتها. يا علي صارت كتير تبكي. حقها يعني هو كتير صعبة يعني واحد إنه رح يتغير عليه كل شيء ورفقاتها كل وحدة رح تصير بمدرسة كمان. ايه والله يا صبايا عن جد كتير زعلت وقت اللي كانت بنتي هيك عم تبكي. الحمد لله رب العالمين يعني بس بالاخير رضيت الحمد لله. ويعني وشفت كانت عم تفرجيكم الهدايا والجلاء الحمد لله رب العالمين كانت مبسوطة. والله هون مثل ما شفتوا يا صبايا عبيت المربى وعن جد ما في احلى من مونة الحمد لله رب العالمين. الله يطرح البركة يا رب وان شاء الله هيك سنة مباركة يا صبايا. وهنا يا صبايا اجيت عن بيت عمي. شفتوا قلت لكم اليوم بيت عمي عازميننا على الكبة المشوية إلنا ولبيت ابن حماي بمناسبة نجاح أولادنا الله يحميهم يا رب. وكان هون عمي شاري كل الأغراض الكبة المشوية الله يرزقه يا رب ويسلم إيديها لخالتي. وهنا يا صبايا مثل ما كنتوا شايفين أول شي بدنا ننعق البرغل لأنه بتعرفوا بده وقت حتى يفنش مشان نديره على الماكينة. وطبعا اكيد يعني الاكلة الكبة المشوية اطيب شيء على الجمعة. هلا شوفوا للصراحة انا ولا مرة ما سويتها في بيتي، دائما يعني باكلها عند بيت عمي الكبة المشوية خلاص يعني انا ناكلها عند بيت عمي. وعن جد بتطلع مع خالتي كتير كتير طيبة وكتير منبسط ويعني وعلى الجمعة وهيك بنخلص فورا يعني انا وخالتي وسلفتي عم نشتغل مع بعضنا. يعني بنخلص فورا شغل الحمد لله. وهلا هون يا صبايا عم نسلق دهنة كمان على الواطي مشان نقلل لحمة الكبة. هون عم بحط المي للبرغل. هلا هون تقريبا بدنا نعيفه شي ربع ساعة 10 دقايق شي يفنش البرغل بعدين بنديره على الماكينة. وطبعا كمان قشرنا بصل بس هلا هون وقت التفنيش ما حطت البصل فوق شي يتفنش وبعدين على الديرة بنعود نحط لها البصل. وهلا هون يا صبايا شفتوا اول شي فرجتكم كنا عم نسلق الدهنة وبعد ما نسلت الدهنة كلياتها هلا هون صرنا نحط اللحمة فوقها. هلا هون الكبة المشوية ما بنقليها بصلة، البصلة بتنحط نية مع الشحمة. عرفتوا؟ هلا بتشوفوا الطريقة. هلا نحن بنعملها بهي الطريقة وانتم كتبوا لي في التعليقات شلون بتعملوا طريقة الكبة المشوية. كتبوا لي كمان في التعليقات يا صبايا. وطبعا انا يعني بما انه اول مرة رح نزل طريقة الكبة المشوية بحب هيك يعني اعطيكم الطريقة شلون بنعملها نحن. طبعا واللحمة من بعد ما تستوي ما فورا بدنا نحط الشحمة، بدنا نستنى اللحمة حتى تبرد وتبوظ مشان ما تذوب الشحمة وبعدين بنحط بعد ما تبرد اللحمة منيح بنحط الشحمة وبنحط عليها المكسرات. وهلا هون يا صبايا بيت عمي شفتوا كمان عاملين مربى الورد. امس صورت لكم خالتي كانت عم تعمله. هلا هون كتبوا لي في التعليقات اين هاد مرباي واين هاد مربى خالتي. بدي اشوفوا من الصبايا مين اكتر شي متابعني على السوا بفيديوهاتي. وطبعا مثل ما شفتوا يا صبايا حبيت هيك اصور لكم مرباي ومربى خالتي. لا شفتها تحزروا وين هاد مرباي وين هاد مربى خالتي كتبوا لي في التعليقات يا صبايا. وهلا هون من بعد ما فنش البرغل هلا هون بلشنا ندير الكبه. هون كنا عم نديرها انا وسلفتي.
وعن جد يا صبايا شغل الكبة سهل، يعني مثلا وقتنا نشكلها كتير سهل بنخلص فورا. بس ايش الصعب اللي فيها؟ وقتنا اول شي بدنا نجهز الكبة البرغل، بدنا نديره 3 وجاه، بدنا نقلي اللحمة وهيك. هذا الشغل يلي منطول فيه عن جد، يعني هذا الأكتر الشي منطول فيه بشغل الكبة. بس كتشكيلة لا بالعكس، يعني هي شغلة كتير سهل. ايه والله الحمد لله رب العالمين. وهلا هون يا صبايا اللحمه بردت مثل ما انكم شايفين. هون خالتي كانت عم تحط التوابل وانا عم صور لكم. هلا شوفوا، اول شي حطت البصله النيه. البصله من دارة على الماكينه درناها، بدل ما نبشرها درناها على الماكينه تقريبا شي 4 بصلات. وحطيت لها فلفله حمراء وملح والمكسرات. واخر شي بتضيف عليهم الشحمه. طبعا ما بعرف، حبيت اصور لكم طريقه الكبه المشويه لانه شفتوا قلت لكم انه اول مره بنزلها على القناه. ونحن قلت لكم بنعملها في هاي الطريقة وبتطلع كتير كتير طيبة عن جد، يعني بناكل منها ما بنشبع. وهلا هون يا صبايا بلشت اضيف عليها الشحمة، وهلا هيك بحركها في بعضها وبتصير جاهزة. طبعا بتعرفوا انتوا الكبة المشوية لازم نكتر لها شحمة مشان تطلع اطيب. وهلا هون يا صبايا اغراض الكبه صاروا كلهم جاهزين، هون بلشنا نشتغل فيها. هلا شوفوا هون الكبه دهكناها بالهبره، بس انا ما صورت لكم لانه كل مره بصور لكم يعني دهك الكبه. دهكناها بالهبره وبعدين هلا هون بدنا نشتغل فيها. وهون كانت خالتي عم تقطع الكبة ومنحفرة، وسلفتي كانت عم تحشيها، وهيك كنا عم نتساعد وخلصنا بسرعة الحمد لله. تفضلي تفضلي على الكبة المشوية. اليوم غدانا كبة مشوية يا صبايا. ما في أطيب من الكبة المشوية من تحت إيدين خالتي. بمناسبة النجاح لأحفادي الله يرزقكم يا عزمتهم رب. لكنيني ولأولادي. الله يرزقكم تفضلوا. يا رب. الله يسلمك، صحتين وأنا ميت السلامة. الله يسلمك يا روحي. وهلا هون بلشنا نشتغل في الكبة، خالتي عم تقطع لنا ومنحفرها. هي هيك عم نسكرها ونحن بنساويها مثلثات كبتها. ما بحب أسويها أقراص، هيك متعودة من على زمان أمي الله يرحمها. وكتير طيبة بتطلع كمان. هيك عودونا أهالينا، ونحن نفس الشيء تعودت مثلهم. الله يسلم الإيدين يا روحي. الله هلا يسلمك. خالتي بتطلع مع مثلثة أكبس مني، بس بحاول أنا أشكلها قدر الإمكان وأطالع مثلها. تفضل. وتابعونا لآخر الفيديو، رح نزلكم كل التفاصيل الكبة والشوي كمان إن شاء الله. ومثل ما شفتوا يا صبايا هون خالتي كانت عم تحكي معكم بتفرجيكم شلون بتعمل الكبة. هلا شوفوا عن جد القليل حتى بيعمل الكبة مثلثات، الأكثر بيعملوها راس يعني للشوي. خالتي بتعملها يعني بهذا الشكل وبتطلع كتير طيبة. الله يسلم إيديها والله يحميها هي وعمي ويخلينا إياهم يا رب بجاه النبي. وكتبوا لي في التعليقات يا صبايا، حدا من بيناتكم بيعمل الكبة مثلثات مثل ما قالت خالتي، ولا بتعملوها راس؟ وهلا هيك مثل ما لكم شايفين هون تقريبا خلصنا شغل الكبة، يعني تقريبا ما صفي علينا غير شوي. هون كنا عم نحطها بين طبقة الكبة والكبة، عم بتحط خالتي كيس مشان ما تلزق في بعضها وتعذبهم على الشوي. وهلا هون يا صبايا ابن حماي كان عم يشوي الكبة وعمي كان عم بيساعده، والله يعطيهم العافية يا رب ويسلم ايديهم. وبتعرفوا احلى فقرة فقرة شوي الكبة عن جد. هلا هيك بتسيخ الشحمة وغير شكل، وكلوها من على المنقل كتير كتير طيبة يا صبايا عن جد كتير طيبة، وريحتها غير شكل عم بتفيح هلا. وهون كمان كان عم بشويها على الأطراف مثل ما كنتم شايفين. هلا هي مو مثلثات، إجباري تتنشوى على الأطراف. إيه شوي هيك بتعذب فيها يا حرام، الله يعطيه العافية يا رب ويسلم إيدي. وهون لسه ما خلص الشوي، بس حبيت هيك افرجيكم الكبه على اساس هون بدي افتح لكم واحد يعني، بس ما حسنت ابدا. مو سخنه كتير، وبتعرفوا انتوا الشحمه عم تلدع لدع الايدين. ما حسنت ابدا، قلت خلص بنزل الفيديو لانه طلع منظرها كتير حلو. هون كنت عم بصور الطنجره وابن حماي كمش قرص وصار يعصر منها الشحمه، وشوفوا منظرها ما احلاه غير شكل. وهيك سفرتنا صارت جاهزة. اعطوني رأيكم يا صبايا في التعليقات. الله يرزقك يا عمو ويسلم ايديك يا خالتي على هالكبة الطيبة، شقد طلعت طيبة وكتير انبسطنا الحمد لله رب العالمين.
وعن جد يا صبايا الكبة المشوية على الجمعة غير شكل، الحمد لله رب العالمين. وهون مثل ما كنتم شايفين فرمنا جنبها سلطة وروبنا لبن عيران وحطينا مخلل وغير شكل، الحمد لله رب العالمين. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو يا صبايا. بتمنى منكم تدعموني، ويلي عم تشوف قناتي لأول مرة وحبتها تشترك في القناة، تفعل زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد، وعطوني رأيكم في التعليقات إذا حبيتوا هذا الفيديو، ولا تنسوا تدعموني في لايك يا صبايا، وعطوها رأيكم لخالتي في التعليقات. إذا حبيتوا هيك كمان طريقة الكبة كتبوا لها في التعليقات، واستنوني بفيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأمان الله صبايا.